البنت نازله كده بالمنظر ده قدامك؟ لا ما كانتش نازله كده. طب دي في ثانوي لما تبقى في كليه هتعمل ايه في نفسها؟ انت من ناحيه وامها من ناحيه، طب ما البنت كده ممكن تعمل حاجه تانية اخطر. وبعدين هتاكلي ايه يا ماما النهارده؟ اعملي لنا عيش بلحمه وخلاص نقضوها. ايه يا ماما؟ ايه يا ياسمين؟ انا نازله رايحه الدرس. طب على مهلك متاخريش. حاضر، عايزين حاجه؟ لا سلامتك. روحي على البيت عشان انا هخلص قعدتي مع تيتا عبال ما تروحي اكون انا روحت. خلاص ماشي. عايزين حاجه؟ عايز حاجه يا تيتا؟ سلامتك. خلي بالك على نفسك يا حاضر. حبيبتي. عيش بلحمه كده حبيبتي وحمري لنا بطاطس. ماشي. هقوم بقى اطلع اللحمه تفك بس شويه. ماشي يلا. عايزه حاجه تاني؟ اعمل لك حاجه تشربيها؟ لا يا حبيبتي. شاي؟ لا مش عايزه. اعمل لك شاي بالقرنفل. ماشي اعملي. انت كل ما تجيبي لي سيره القرنفل نفسي تروح عليه. بالهنا يا ماما على قلبك. لما حد يشوفني احيه خالو، يا رب ما يشوفني. احيه. ياسمين خدي. ايه يا خالو عامل ايه؟ رايحه فين؟ رايحه الدرس. ده انت رايحه الدرس بالمنظر لا ده؟ ده زبده الكاكاو. زبده الكاكاو ايه؟ والله زبده الكاكاو خالو عادي. لا يلا اطلعي ما متأخرة تمشيش على كده. الدرس والله عايزه امشي. لا يولع الدرس، ما تمشيش يا كده خالو في عادي، الشارع. البنات ايه كلها امك بتحط. شافتك وانت نازله؟ امك شافتك نازله بالمنظر ده؟ شافتك وما كلمتكيش؟ اطلعي يا خالو متأخرة والله الدرس. اطلعي ما فيش درس. اطلعي امسحي مش اللي في عارفه وشك انا ده. هو في ايه بجد. ماما انا طلعت اللحمه. خش يا ستي. ايه الصوت ده؟ مين اللي ايه ده؟ انت ايه اللي رجعك؟ انت مش رايحه الدرس؟ انا اللي رجعتها. في ايه يا نور؟ انت البنت نازله كده بالمنظر ده قدامك؟ لا ما كانتش نازله طب كده. دي في ثانوي لما تبقى في كليه هتعمل ايه في نفسها؟ ازاي تسمحوا لها تنزل كده؟ ما كانتش نازله كده والله يا نور. طب شوفي هتعملي ايه في بيتك؟ انت ايه اللي حاطاه ده؟ حطيتيه امتى ده؟ ما انت نازله قدامي مش حاطه حاجه. كل البنات بتحط على فكرة. حطيتيه فين يا ياسمين؟ بالراحه. محدش بيتفاهم مع البنت كده. بالراحه يا اسماء. حطيتيه امتى يا حبيبتي؟ حطيته في الدخله وانا بقول لها وهي ما بترضاش. ليه يا ياسمين؟ من وأنا امتى بفضل أقول لها. ينفع انك تحطي في دخله العماره اللي انت حطاه ده؟ مين اللي خلتني اعمل كده؟ لا والله. لا اسماء، انا كذا مره اقول لك صاحبيها. اهي بصي اللي مش عارفه تعمله قدامك عملته من وراكي. ده ينفع؟ اسماء صاحبيها. بصي اللي مش عارفه تحطه قدامك حطيته من وراكي، ما ينفعش. افرض حد تاني شافها غير خالها يقول علينا ايه؟ ده كويس ان خالك ما مدش ايده عليكي، ده كان لازم يكسر رقبتك. طب اسكتي بقى. قومي يا حبيبتي امسحي اللي في وشك ده عشان ما تاخريش على درسك. يلا ماما على مهلك. وامسحي اللي في وشك يا ياسمين. يا شيخه عيب عليكي بقى. صاحبيها. افرض حد تاني شافها غير خالها يقول علينا ايه؟ ما تخليها تحط روج. فيها ايه يا اسماء؟ ما فيهاش حاجه. ازاي يعني ما فيهاش حاجه يا ماما؟ لا رؤيه يعني هي بتشوف البنات عايزه تحط زيهم. هي مش صغيره برضو. هي ما بتعملش حاجه غلط على فكره. صاحبيها شويه. اسماء قربي من بنتك يا ماما. لازم الام تصاحب بنتها. انا مش عارفه نور سكت ازاي، ده كان كسر لها ضلع. لا ده انا نور بس اللي ما عرفتش اكلمه قدامها واحرجه. عيب اللي هو بيعمله ده. ما عملش حاجه غلط يا ماما. لا عيب. لا ما عملش حاجه غلط. لا انت واخوك بتتصرفوا غلط. صراحه ربنا. انت ايام انت ما كنتش في سنها كده انا كنت مصاحباكي. كنت بتقدري تعملي حاجه من ورايا؟ لا مش كل حاجه كنت بتعمليها قدامي. ليه؟ لان انا صاحبتك مش امك. الام لازم تصاحب بنتها يا بنتي. فهمتي يا اسماء ولا لا؟ ماشي يا ماما حاضر. ما ينفعش يا بنتي الوضع ده. دلوقتي حطت الروج اهي في الدخله يا عالم بعد كده تبقى عايزه تعمل حاجه هتعملها برضو من وراك. لا خلي كل حاجه قدامك. السن ده اخطر سن حبيبتي. لازم تعرفي عنها كل حاجه وداخلياتها ايه، بتصاحب مين، بتكلم مين، بتعرف مين. لازم يا اسماء. ماشي حاضر. ما ينفعش ان شخط ونطره على طول كده. ما لازم هتخاف منك. مش هتقولك على اي حاجه. في الاخر انت اللي هتندمي. محدش تاني هيندم الا انت. ماشي. صح يا حبيبتي ولا لا؟ صح. وانا نور انا طالعه له. ما ينفعش يعمل كده قدام البت ويجيبها كده مكسوره الخاطر ويزعلها. ما ينفعش. الخال والد.
يفهمها برضه هو كمان ويصاحبها. ما ينفعش يا ياسمين، طب حطي في البيت حتى لا، ما فيش. انت واخوكي صراحه ربنا دماغكم شيء انا مش فاهمه في ايه. لا انا طالعه له، مش هينفع الوضع ده. انا بس ما رضيتش اكلمه قدامها عشان ما ينفعش ان انا اصغر خالها قدامها. مش ماما، انا هكلمه ما بيني وما بينه. برضه. لا اللي انتوا فيه ده غلط على فكره، اللي انت ونور فيه ده غلط. الكلام ده ما ينفعش. انا ما عودتكوش على كده، انا ما اعرفش انتوا في ايه اللي انتوا طالعين لي فيه الايام دي بصراحه. عمايلكوا الصوت اذا كنت انت ولا اخوكي. ماشي يا ياسمين، انا وانتي والزمان طويل. ايوه يا ام تعالي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ينفع نور اللي انت عملته ده؟ عملت ايه يا أم؟ تحرج البت كده نور طب وتطلعها خش. كده مكسوره الخاطر. لا انا مش عايزه اخش، انا نازله. انا كل ده ما رضيتش اكلمك قدامها يا نور عشان انت برضو ما تتحرجش. ما ينفعش الوضع ده. نور صاحبها يا نور. ماما. الخال والد. تعالي يا ماما اتفضلي. يرضيك يا منى، انا جايه اشهدك يا منى. في ايه؟ ينفع يا منى يلاقي ياسمين في البيت امها رعباها شخط ونطر، بصي مش عاطيها فرصه، فالبت عايزه تحط باين روج ولا ياخد المكياج اللي بيحطوه ده. خالها شافها بتحط في دخله العماره، راح ماسكها مبهدلها ومطلعها فوق البت. بصي ما اقولكيش على شكلها. ياسمين 18 سنه، هي صغيره ما تحط. ما اعرفش. امي دي هي مش رايحه فرح. امي دي رايحه درس وحاطه حبيبي، فول ميك هي اب مش صغيرة. وماشيه في لا يا امي، ما هي مش صغيره، بس ده درس. تفهمها بالعقل. يعني البنت بتحط في دخله العماره، معنى كده ان في حاجه غلط. اه. تعمل حاجه من وراكوا. انت بقى عامل لها رعب، وبعدين صاحبها اتكلم معاها. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا امي ما ينفعش تروح دراسه بالميك اب اللي هي حاطاه. تكلمها بالعقل حبيبي، لكن انت مسكتها وطلعتها وكسرت بخاطرها. ما ينفعش يا نور. انت من ناحيه وامها من ناحيه، طب ما البت كده ممكن تعمل حاجه تانية اخطر. انا اتفاجئت بيها يا امي في الشارع، انا اتصدمت. طب هي امها والمفروض تبقى عارفه، او هي مصاحباها، هي مفهماها، هي لا قايله امها ما لها. بتصاحبش امها، اعوذ بالله ده منها. زيك بالظبط كده، نفس الفكره. نفس الفكره، العقليه واحده. انا ما انت بقى عودتكوش على دلوقتي كده. استفدت ايه لما عملت كده؟ هتعمل من وراكوا اللي اصعب من كده بعد كده. صح. وبعدين بقى المفروض ان البنت تحتويها، تفهمها ان حتى لو انت مش عاجبك قول لها لا يا ياسمين ده غلط، كل حاجه لها وقتها، انما نبهدل البت. طب مين فهمها ان كل حاجه ليها وقتها؟ وهو ده الطريقه المناسبه ان انت تفهمها بالعنف؟ حبيبي الكلام بالعقل يا بابا، وربنا عرفه بالعقل. على فكره هي فهمها متربيه بالراحه. دي متربيه، لو واحده كانت ردت عليك وبجحت فيك. لا لا، ما ينفعش لا تبجح العيال في في السن خالها. ده بيعملوا كل حاجه ما يا ماما انت ينفعش. عارفه. هي متربيه، واحده ثانيه كانت ممكن تبجح فيك، فما لا، ينفعش لا. الاسلوب والطريقه دي. مفيش حاجه اسمها تبجح فيك يا منى. يا نور قرب حر بقى، أنا منها بشوف وصاحبها بلاوي. حبيبي. انت ابوها، مكان المفروض ابوها. تعقل اسماء من اللي هي بتعمله مع بنتها، اه. بدل ما انت تزود بدل ما انت تزود عليها، عقلها. يعني سايب لها السايب في السايب يا سايب في منى؟ السايب ايه؟ هي لبسها محترم، انا عارفاها، وبتلبس ايه وطرحه ولابسه كويس. هو عشان قلم روش حطيته خلاص هتعملوا طيب قضيه؟ مش يبقى في رقابه وفي حاجه عليها؟ تحط وانتوا عارفين وتبقى عارف هي رايحه فين وجايه منين، احسن ما تعمل حاجه من وراكوا يا نور. ماشي يا منى. السن ماشي. ده خطر يا نور. ماشي يا منى. ايوه اللي خلاها حطت الروج يا بنتي في سامعين. دخله العماره، بعد كده تعمل خش ايه يا من امي وراها؟ خش. مش مقتنعه. بصي ماشي لا انا ماشي. هنزل عشان تعالي يا اختك ماما تحت. ادخلي بالله عليك. عشان اسماء طب تحت خليها تطلع حبيبتي. أسماء. معلش انا طب بس وياسمين عامله ايه يا ماما؟ متضايقه، قلت لها قومي يا بنتي امسحي اللي في وشك ده حبيبتي، روحي درسك. هعمل لها ايه يا منى؟ خش يا امي، مش من على الباب. انزل راجل خش. البيت يا نور، انزل راجل البيت، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. لما تيجي بقى، ما هي مشيت يا حبيبتي. مشت؟ راحت الدرس بتاعها. لما تيجي انزل اتصل راضيها بيها، كده. اتصل بيها يا نور، راضيها. حاضر. يلا عايزين حاجه؟ قوم على الباب كده. تعالي. معلش يا حبيبتي عشان بس البت اسماء تحت. يلا سلام عليكم عليكم. السلام. سلام. سلام. هو في ايه يا نور؟ ما تعقل يا نور، انا ما رضيتش اتكلم قدام ماما. ايه اللي في إيه يا الاسلوب منى؟ والطريقه والتفكير اللي انت بتفكر بيه ده؟ ما احنا طول عمرنا في بنات بتتربى في وسطينا منى، ما حدش بيعمل كده. هي عملت ايه البنت؟ اجرمت؟ هو انت مسكتها بتعمل حاجه مخله فيه؟ ده إيه؟ درس يا منى، رايحه درس تتعلم. اللي راح يتعلم ده يشغل باله بميك اب ودنيا، وما فيش تعليم وما فيش شغلان بال بتعليم. طب ما هي اولى تشغل بالها بتعليمها وتحط لا، انا بتكلم ده في مصر، انا مش متكلمه. ده ايه الزهق ده؟